تقدم عابس ووقف أمام الحسين وقال: السلام عليك يا أبا عبد الله. ما أمسى على ظهر الأرض قريب ولا بعيد أعز علي منك، ولو قدرت أن أدفع الضيم عنك بشيء أعز علي من نفسي لفعلت. وأشهد إني على هداك وهدى أبيك. فقال له الإمام: وعليك السلام يا عابس، اذهب ونحن خلفك بعد ساعة. فتقدم عابس نحو الميدان ونادى بأعلى صوته: ألا من رجل يبارزني؟ ألا من رجل يبارزني؟ فأحجم القوم عنه لأنهم عرفوه أشجع الناس. فصاح عمر بن سعد: يا ابن الحجاج، هلم إليه، أرسل إليه من يبارزه، هيا. فأرسل ابن الحجاج مجموعة، فسرعان ما جند لهم عابس ونادى: هل عندك المزيد من هؤلاء العتاة؟ فصاح ابن سعد: هيا، ما لكم واقفون كالبلهاء، ارجفوه بالحجارة، هيا. فأرضخوه بالحجارة. رجع عابس إلى وسط الميدان، ولما رأى ما فعله ابن سعد ألقى درعاه ومغفراه، ثم حمله على القوم فانهزم القوم من أمامه. ثم قطعوا الطريق أمامه وتعاطفوا عليه من كل جانب. ولما أثخن بالجراح خر إلى الأرض صريعا رضوان الله عليه، فهز مقتله الإمام الحسين عليه السلام، وجلس عند رأسه وقبله ومسح الدم عن وجهه، وفاضت روحه بين يدي أبا عبد الله الحسين. رجع الإمام